يا ترى عمركم سألتوا نفسكم إيه اللي كان هيحصل لو التكنولوجيا اللي مسيطرة على حياتنا دلوقتي كانت عربية من أولها لآخرها؟ إحنا متعودين نسمع إن الغرب هو اللي اخترع كل حاجة، بس الحقيقة مختلفة. كلمة ألجوريثم اللي أساس الموبايل والسوشيال ميديا جاية من اسم عالم عربي عظيم اسمه الخوارزمي، وكلمة كيمستري أصلاً من الكيمياء، والعلم ده اتبنى على شغل جابر بن حيان أبو الكيمياء. حتى أول ساعة ميكانيكية في أوروبا اتبنت الأول في بغداد على إيد مهندسين مسلمين في القرن التاسع. طب ليه القصص دي مش بتتقال؟ علشان التاريخ ساعات بيتكتب من طرف الأقوى، واللي سايبيننا فاهمينه غلط، إن الغرب اخترع كل حاجة من الصفر. لكن الحقيقة كتب زي Science and Islam إحسان مسعود بتأكد إن النهضة الأوروبية اعتمدت على علوم الحضارة الإسلامية. يعني لو التكنولوجيا اتسمت بأصلها الحقيقي كان زماننا بنقول الخوارزمية العربية والكيمياء العربية، وساعتها كنا هنفتخر أكتر بدور حضارتنا في بناء العالم اللي عايشينه دلوقتي. اشتركوا دلوقتي وخليكم من الناس اللي دايماً فاهمينها صح.